الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من عذاب النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، انتهى الموسم الدراسي لهذا العام، وأعلنت نتائج الاختبارات في جميع أسلاك التعليم. وكما هو معلوم أن هناك ناجح وهناك راسب وهناك مستدرك في دورة ثانية، فكيف يستقبل آباء وأولياء التلاميذ تلكم النتائج مع أبنائهم؟ الملاحظ أن بعض الناس يستقبل النتائج بالفرح والسرور ونشوة النجاح، والبعض الآخر تصيبه الصدمة، وآخر يتلقى نتيجة الرسوب وهو صابر على مضض. ترى كيف ينبغي لنا تقبل نتائج أبنائنا، وكيف ينبغي لنا أن نتعامل معهم، وما هي الدروس والعبر التي ينبغي لنا أن نتوقف معها؟ بعض الأسر تعتبر رسوب أبنائها كارثة عليها، وبعضها تتضامن مع أبنائها، وأخرى تنتقم. وقد سمعنا حالات من الانتحار أو محاولة الانتحار لبعض طلبة والتلاميذ بسبب عدم تقبل خبر نتيجة الرسوب، أو بسبب الخوف من الأسرة باللوم والتقريع أو التعنيف. وهذا سلوك غير طبيعي، لا يجوز شرعاً ولا عقلاً. فالامتحانات الانتقالية من طور إلى طور كالشهادة الابتدائية والسنة الرابعة من الإعدادي والباكالوريا قد كانت لها قيمة اقتصادية واجتماعية في السابق، بحيث كانت تؤدي مباشرة إلى الوظيفة، فكانت تجعل من النجاح قيمة اجتماعية أخرى أو كبرى للأسرة، فتكون مفخرة أمام الأقارب والجيران، كما أنها كانت تجعل من الرسوب مصدراً لحزن الأسرة. أما اليوم فإن الأسرة المغربية تتعامل مع الرسوب من حيث الكلفة الاقتصادية للتلميذ، لأن المدرسة أصبحت تشكل كلفة اقتصادية ثقيلة. كثرة الكتب والمقررات، كثرة مطالب التلميذ اليومية، وحاجياته تزداد في وسط أصبح منفتحاً على الاستهلاك. وفي هذا السياق تكون المحاسبة للتلميذ الراسب محاسبة اقتصادية أكثر من اجتماعية، فاستقبال التلميذ الراسب يكون بالمحاسبة. من ذلك تعدد الحاجيات التي استهلكها طيلة الموسم الدراسي من ألبسة وكتب وثمن الحصص الإضافية، وقس على ذلك. أيها المؤمنون، سوف أقف وقفات للنظر والاعتبار، ثم أوجه رسائل لأولي الأبصار. أولاً، نجاح الحياة واسع جداً. نجاح الإنسان في الحياة ليس محصوراً في تلك الشهادة المدرسية التي يأخذها التلميذ أو الطالب، فليس محصوراً في نجاح الشهادة الدنيوية أو التعليمية. وإن كان المستقبل الوظيفي يتحدد بمدى النجاح في شهادة الدبلوم، لكن الإخفاق في شهادة الدبلوم
لا يعني توقف قطار الحياة، ومن هنا فلا بد من السعي نحو النجاح بمهارات أخرى، مهارات الحياة المختلفة، وليس بالشهادة التعليمية فقط. إذن هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أو الوقفة الثانية: كم تتأهب النفوس لمعرفة النتائج، وكم تخفق القلوب أملا وخوفا، فإذا كان هذا في امتحانات الدنيا فكيف بنا في مقام التأهب لمعرفة نتائج امتحانات الآخرة. فنأخذ من هذا الموقف الدنيوي يعني استعداد الامتحان والخوف بما تكون نتيجة ذلك الامتحان، ينبغي أن يحفزنا هذا إلى امتحان أصعب وأشق في تحديد المصير النهائي في حياة طويلة، حياة الخلود، وهو امتحان الآخرة. في هذا الموقف عظة وعبرة لموقف نتائج النجاح الأكبر غدا حينما نعرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثالثا، أهمية استغلال الوقت بالنسبة للطلبة والتلاميذ، فالوقت أغلى من الذهب، فإذا أحسن الطالب والتلميذ استغلال وقته حاز السبق واستفاد من وقته في المذاكرة، وبالتالي كان النجاح والتفوق. وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله موجها: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رابعا، رسالة إلى الآباء، إلى آباء وأولياء التلاميذ: عليكم أمانة ومصلحة الأبناء، فالآباء مسؤولون عن تربية أبنائهم، سواء كانت هذه التربية تتعلق بتعليمهم وتأديبهم، كما في الجانب الآخر بأمرهم بأداء العبادات والحرص على أن يكونوا ملتزمين بها، أو كانت تلك التربية بتعليمهم على ما فيه مستقبلهم ومعاشهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها: إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظه أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. خامسا، رسالة إلى الأستاذ والمعلم: عليك أمانة التربية والتعليم، سوف تسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة، فأنت مؤتمن، عليك أمانة، مؤتمن على التربية والتعليم والتوجيه، مؤتمن على الأسئلة التي توجه إلى طلبتك وتلاميذك وإعدادها وتصحيحها، مؤتمن في وقت الامتحان ونتيجته. فأما وضع الأسئلة فلا يحق للمعلم أن يضع أسئلة تعجيزية تشق على تلاميذه يعجزون عن الإجابة عليها، لأن إلحاق المشقة بالمسلم لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذن دعاء لك يا من ترفق بالناس، ودعاء عليك يا من تشق على الناس. كما أنه مؤتمن، المعلم الأستاذ مؤتمن على تصحيح الأسئلة ورصد النتيجة، فلا يجوز له أن يقدم أحدا على أحد، لا بد أن يتعامل بالعدل، ولا يجوز له أن يخبر طالبا بالإجابة أثناء الامتحان، عليه أن يعطي لكل ذي حق حقه فلا يظلم. سادسا، رسالة إلى الطلبة والتلاميذ: امتحان الدنيا فيه نموذج عن امتحان هو أشق وأصعب، امتحان الآخرة. أولا، النتيجة تكون على قدر الاجتهاد، فمن جد واجتهد طيلة الموسم الدراسي بالتحصيل والمذاكرة فلم يضيع وقته فنصيبه النجاح ويكون التفوق بإذن الله. فالنتيجة التي يطمح إليها التلميذ والطالب هي غالبا ما تكون على قدر الاجتهاد. والمسلم مأمور بإتقان العمل في الدراسة، في التعليم، في وظيفة، في التجارة، في أي عمل، في الصناعة، عليه أن يكون هذا مبدأه، الإتقان.
إتقان العمل والاجتهاد. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب من العبد إذا عمل أن يحسن. إحسان العمل وإتقانه. من فضلكم اللي قدامه شي مكان فارغ يتحول لي ويمشي يدخلوا الناس اللي برا، الله يجزيكم الخير. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ثانيا، إن الامتحانات في توجيه للطلبة والتلاميذ، إن الامتحانات مع تكرارها وأهمية ما ينتج عنها من نتائج قد تكون حسنة وقد تكون غير ذلك، إلا أنها تذكر الإنسان المسلم بامتحان الآخرة. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحري بكل طالب وطالبة، تلميذ وتلميذة، أن يجتهد في امتحان الآخرة كما اجتهد في امتحان الدنيا. إن ما يشاهد في هذه الأيام من امتحانات الطلبة وخروج نتائج الامتحان وانقسام الطلبة إلى فرح مسرور وإلى حزن قد علا وجهه السواد، يتمنى أن لو لم يسمع نتيجة. وفي هذا المشهد من الفريقين نموذج يذكرنا بالحساب الأكبر والنتائج العظمى غدا يوم القيامة. ولكن شتان بين الامتحانين وفرق بين النتيجتين. فاختبار الطلبة في الدروس قد يدخله الغش، قد يغش وقد يساعده غيره، فيدخل الغش والخداع، وقد تكون فرصة لإعادة الامتحان في دورة استدراكية أو في عام موالي. أما حساب الآخرة، أما امتحان الآخرة فلا غش فيه ولا خداع ولا تمييز لشخص على آخر. ثم إن نجاح الامتحان في هذه الدار يكون لتأمين المستقبل في الحياة الدنيا، وهذا المستقبل زائل، قد يطول شيئا ما وقد يقصر، لكن في النهاية هو زائل. أما النجاح في الآخرة فسعادة أبدية خالدين فيها أبدا، لا تزول ولا تنقطع، في عيشة راضية وجنة عالية قطوفها دانية، يقال لمن أكرم بذلك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن من المأسوف له جدا أننا نهتم لامتحان الدنيا ونحسب له ألف حساب أكثر من الاهتمام بامتحان الآخرة، ونحرص على نجاح أولادنا في الدنيا أكثر من حرصنا على نجاحهم في الآخرة، ونحزن إذا تخلف الولد في دروسه في الدنيا، ولا نحزن ولا نهتم إذا ضيع أوقاته بشيء يلهيه عن طاعة الله. نعاقبه إذا تخلف عن الدراسة، نلومه ونقرعه إذا لم يأتي بنتائج حسنة جيدة، لكننا لا نعاقبه عن تخلفه عن الصلوات، عن الصلاة رأس مال للمسلم، لا نحاسب على ذلك، بل نتركه على باعه. إذا تخلف عن الصلاة مع الجماعة، بل ربما آل الأمر بالكثير منا إلى أنه لا يعلم عن ولده هل صلى الصلاة مكتوبة أم لا، لا يسأل عن صلاة الجماعة، بل لا يسأل حتى عن الصلاة هل صلى أم لا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5:
عن 5 أشياء: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. 5 أسئلة ستوجه لنا جميعا لنجيب عليها. سؤالات 5 يسأل عنها كل عبد يوم القيامة. سؤال عن العمر، فيما قضي هذا العمر، في الطاعات أم في المعاصي. وسؤال عن مرحلة مهمة في حياة الإنسان، وهي مرحلة الشباب على وجه الخصوص، مع أنها داخلة في العمر. وسؤالان عن المال، من أين اكتسب وفيما أنفق. والسؤال الخامس هو عن العلم، هذا العلم الذي نتعلمه ما عملنا فيه؟ هل عملنا به؟ هل بلغناه لغيرنا إذا كان في حاجة إليه؟ عباد الله، هذه الأسئلة يعني امتحان سنمر منه أمام الله تعالى، سوف توجه لنا جميعا يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد حتى توجه إليه هذه الأسئلة. فالواجب على العاقل أن يعد للمسألة جوابا، وأن يعد للجواب صوابا. عباد الله، إننا نعلم أننا مسؤولون يوم القيامة، مختبرون ممتحنون، فكم هو جدير بالعبد الموفق أن يجعل هذه السؤالات ال5 نصب عينيه ما دام في ميدان العمل، ما دام في استطاعة أن يعمل، يتذكر سؤال الله له فيستعد ويعمل لينجو يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم تجاوز عنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظنا اللهم احفظنا بفضلك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا عدو ولا حسد يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا جلها وشقها، سرها وعلانيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وجنبه اتباعه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على إصلاح العباد والبلاد، واحفظه اللهم في ولي عهده، وتغمد اللهم برحمتك فقيدي العروة الإسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.